جبت لك شغله يوميتك 200,000 وما راح ابيع لبلبي، لا تخاف، ما لبلبي، تابعني. جبت لك شغله يوميتك 200,000، ظل ركز وياي وتابعني. بجر كيلو الحمص ياب ب 2000، دوز لي كيلو اخويا. كيلو 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 كيلو، الله يرحم اهلك. اجل هذا اعطيني كيلو. كيلو بش قد؟ انتظروني لا حد يروح، انتظروني. جبت لك شغله يوميتك 200,000، لا تقول ما قلت، لا تعبر الفيديو، ولا حد يقول راح يبيع لبلبي، ما راح ابيع لبلبي. بعد ما حلجنا كيلو الحمص طلع عندنا كيلوين عجينه مال فلافل. الكيلو الواحد طلع عندنا كيلوين، يعني الكيلو العجينه صافي مال فلافل يكلف 1000 دينار، ما ينباع ب 2000 ب 2000 دينار، وتقدر تبيعه ب 3000 اذا تسوي توصيل مجاني على كافه الاحياء. يعني توصل كيلو العجينه مال فلافل يخابرك الى باب البيت، اريد كيلو عجينه مال فلافل 3000 دينار، لا يروح بتاكسي ولا يجيب تاكسي، توصلها الى باب البيت ب 3000، وتقدر تبيعها بمكانك ب 2000 الكيلو. الكيلو ايش قد يربح؟ يربح 1000. يعني اذا تبيع لك 200 كيلو تربح 200,000، اذا تبيع لك 100 كيلو تربح لك 100,000، اذا تبيع 50 كيلو تربح لك 50,000، اذا تبيع 20 كيلو تربح لك 20,000. تقدر تفتحه بمحل صغير، تقدر تفتحه بعربانه، اشو من تريد، بس خلي عينك بعين الله واسعى للرزق، ابتعد عن المشاكل والقال والقيل. ترى بس المستهتر يدور مشاكل، السبع اللي يفوت علاقه طماطه على البيت ويقدر يشتغل ويكون نفسه وعائلته. هاي شغلايه بسيطه. من الحمص، كيلو الحمص ب 2000، طلع عندنا كيلوين عجينه مال فلافل. تعال ركز لي ابويا، طلع عندنا كيلوين، يعني كل كيلو اذا ينباع منو ما يقدر يبيع الكيلو ب 2000؟ كيلو كامل عجينه، يعني عائله كامله تتغدى او تتعشى به ب 2000 دينار. كل كيلو ايش قد يربح؟ يربح 1000، يعني 200 كيلو 200,000. صلوا على سيدنا محمد، بخيل ما يصلي على النبي. وتابعوني يوميا شغله جديده راح اجيب لكم. هذا حلجنا الكيلو الحمص، طلع عندنا كيلوين عجينه مال فلافل. اللي يقول ما ينباع هذا ما يريد يشتغل، واللي يقول ما حد يشتري هذا ما يريد يشتغل، واللي يقول وين ابيع هذا ما يريد يشتغل، ما يريد يشتغل. خلي عينك بعين الله تبيع وتشتغل، ولا تشتري فلان وفلان ما تشتغل وما تنباع، هذا ما يريد مصلحتك. خلي عينك بعين الله وباشر بالشغل راح تشتغل. هايا كيلو حمص زين بالجمله بش قد؟ هم اكيد السعر اقل، فالكيلو الحمص سعره 2000، طلع عندنا كيلوين عجينه مال فلافل، كيلوين ضبط. ونسيت ما قلت لكم، تقدر تسوي مثل ما قلت لك توصيل مجاني، لين من زاخل الفاو ما حد يوصل عجينه مال فلافل توصيل مجاني، فقط العجينه. يقول لك ايش هالشغلايه؟ العالم ماخذ الكبرياء والانفه. هاي الشغلايه تقول شنو هاي الشغلايه؟ اذا توصلها توصيل مجاني كل كيلو يربح 2000 دينار، يعني 100 كيلو تربح 200,000، وال200 تربح 400,000. تقدر تبيع الكيلو ب 3000 توصيل مجاني الى باب البيت، يعني الزبون يفضل ياخذها ب 3000 احسن ما ينزل بتاكسي ويرجع بتاكسي يلا يشتريها. كيلو يكلف 1000، تبيعها ب 3000 بالاضافه الى التوصيل المجاني، وتقدر تبيعها بدون توصيل الكيلو ب 2000. صلوا على سيدنا محمد. ومن زاخل الفاو ماكو احد يوصل، فقط عجينه مال فلافل توصيل مجاني. صلوا على سيدنا محمد، بخيل ما يصلي على النبي. وتابعوني لا تنسون، يوميا جايب لكم شغله جديده.